هاد الحلقة من عالم جامبل واللي عمرها بانت في أي قناة من قنوات الكرتون واللي عمرها بانت حتى في جامبل بنفسه، وهذه هي الحلقة الأخيرة في جامبل وتسمت بحلقة الحزن لأن ماتوا فيه بزاف ديال الشخصيات. والسبب علاش ما تعرضاتش في قنوات الكرتون الأسباب كثيرة واللي منها جامبل واحد الرسوم اللي كيتفرجوا فيه كبار وصغار، ولكن الأغلبية اللي كيتفرجوا فيه دراري صغار، بالتالي ما خاصهمش يتفرجوا في هاد الحلقة اللي عامرة بالمشاهد المرعبة والمظلمة واللي تقدر تؤدي بهم الاضطرابات النفسية. والسبب الثاني هو أن أي شخص ملي كيبغي ينفذ شي عمل ليه يقدر ما يعجبوش ولا ما يعجبش الناس، ويمكن يشوف ان هادشي ما يستاهلش يتعرض على العالم، وبالتالي كيحتفظ بين نفسه. وهادشي كينطبق على صناع الكرتون او الشركات اللي كينتجوا المسلسلات الكرتونيه، وبالتالي ملي كيخدموا شي حلقه جديده ولا شي كرتون جديد وكيشوفوا بلا انه ما خاصوش يتعرض للناس وما يستاهلش، وبالتالي هذوك الحلقات كيدعوا في الارشيف وكيتسموا بالحلقات المفقوده. واليوم غادي ندويو على ارعب حلقه مفقوده. ولكن قبل ما نبداو فما تنساش دير معك واحد لايك وكومونتير كتب فيه اي حاجه بغيتي باش الفيديو يتركوموند لبزاف ديال الناس، وما تنساش دير معك واحد ابوني ويلا بينا. كتبدا الحلقه المفقوده واللي سميتها ذا جريفن ولا بالعربيه كتعني الحزن، واحد الموسيقى اللي عاديه ولكن في النهايه ديالها كيبان واحد التشوشات اللي كيخليو الموسيقى تبان مرعبه ومظلمه. اول ما كتبدا الحلقه كنشوفوا مشهد لجامبل وهو في الزاويه ديال الفصل في المدرسه في الليل، ومن بعدها كنسمعوا واحد الصوت خفيف ولكن حتى لدابا باقي ما عرفناش اشنا هو الصوت. ومن بعد غادي نعرفوا بانه واحد الشخص كان كيبكي والصوت ديالو كان جدا مرعب وكيخوف، واللي كان كيبكي هو جامبل. ومن بعد كتجي لقطه الاب ديالو ريتشارد وهو في الصاله كيبكي بحال شي واحد مات. ومع الوقت البكاء ديالو بدا غادي وكيتجاهد وكيخوف. وإلا لاحظتوا مزيان بان هذا البكاء ماشي ديال الشخصيه كرتونيه، لا هذا البكاء بحال ديال الشخصيه حقيقيه. ومن بعدها كيتخبط الباب بالجد وكتدخل الام ديال جامبل وهي في اسوء حاله وكتبكي. من بعد كنشوفوا مشهد الام والاب وهما في المكتب ديال المدير براون، وهو كيقول لهم ان انايس وداروين كاع ما جاو المدرسه اليوم وان الشرطه اكتشفوا الجثث ديالهم. ومن بعد كنشوفوا لقطه مرعبه جدا ودمويه، كنشوفوا ان الشرطه اكتشفت الجثث ديال انايس وداروين في الغابه والقطر يوصل مقطوعين وعامرين بالدم. ومن بعد كترجع اللقطه المدير براون والعائله ديال جامبل كيسولوا على رده فعل جامبل ملي سمع اختو واخوه مات، وكانت الموسيقى مرعبه جدا ومخيفه وكان الصوت ديالها عالي بزاف. ومن بعد كتجي لقطه لجامبل وهو خارج في الصف وكتبدا اغنيه النهايه. ومن بعد كتبان اخر كلمه واللي هي قضيه بانجليز، وإلا قلبتوا عليه في جوجل غادي يطلعوا لكم هذا الوحش والمقصود انه هو اللي قتل انايس وداروين. ومن بعد ما انتشرت الحلقه بداو الناس كيهضروا على جامبل في السوشيال ميديا، غادي يطلعوا الكتاب فوق حتى صيحوا غادي يقولوا ان هذه الحلقه قديمه وما كانتش غادي تتعرض اصلا، وقالوا انه بصح كانت على موت اخ واخت جامبل ولكن ما كانتش فيها مشاهد مرعبه ودمويه بحال هكا، لكن كانت حزينه بزاف. فقرروا انهم كاع ما يعرضوها في قنوات الكرتون، وقالوا انه واحد الشخص هو اللي سرق الحلقه من محطه تلفزيون وزاد عليها مشاهد مرعبه ودمويه وهو اللي نشرها. هذه هي الحقيقه ديال الحلقه المفقوده من جامبل المسميه بحلقه. وكان هذا هو الفيديو ديالنا، فما تنساش دير معك واحد لايك وكومونتير كتب فيه اي حاجه بغيتي، هادشي كيزيد موتيفيني باش نحط اكثر. وما تنساوش غير تهلاو في ريوسكم، نتلاقاو في فيديو جديد. بيس.